خساره. الحمد لله رب العالمين، بدايه المباراه النهارده كانت جيده، اشتغلنا نفسيا شويه على الولاد ان البدايه مباراه لازم نبدا بهدوء شويه. الحمد لله نفذنا اللي الولاد نفذوا الحمد لله اللي طلب منهم، والحمد لله زي ما انت قلت بدانا المباراه من الاول للاخر، الحمد لله مسيطرين على مجرى المباراه. لاحظنا في مردود الترجي منذ هزيمه الزمالك حسينا الترجي في نسق تصاعدي، نحسوا الترجي رجع للفورمه نتاعو كما نقولوا بلغه الكره. طبيعي ان احنا كبدايه موسم احنا في اول الموسم يا دوبك لعبنا مباراه الكاس اللي هو مباراه الكوب مع الافريقي ومباراتين في الدوري. طبيعي لما تلعب مع فرق وخصوصا مع فرق ذات مستوى عالي زي الزمالك وزي الكويت النسق بيعلى، هو ده اللي يعلي المستوى. يعني احنا كنا ناقصنا مباريات تجريبيه قويه عشان نعلي المستوى، فالحمد لله ده حصل في البطوله وان شاء الله اللي جاي احسن الحمد لله. ان شاء الله. انا لميا تحب تسالك سؤال؟ تفضل لميا، ايش تحب تقول؟ افضل الكويتي او الزمالك المصري يلقى روحه اكثر باش يفوز باللقب؟ المواجهه مع الزمالك المصري لميا قد لا يحب الزمالك او الكويت؟ لو ترشح الزمالك انا قلت قبل كده الزمالك بيتي، ودلوقتي انا مدرب محترف في الترجي، فطبعا انتمائي دلوقتي للحته اللي انا شغال فيها، وان شاء الله خير واكيد نقدم مباراه احسن من اللي فاتت ان شاء الله. ان شاء الله. احسن الجميع حضروا له بالكدا ان شاء الله بقدره ربي بطل عربيه بيت كان عندنا والحمد لله يا رب. حسينا المردود نتاع الترجي تحسن هجوميا اليوم. والله الحمد لله حكينا مع بعضنا بالكدا، ركزنا فهمنا شنو باش نعملوا بالكدا، فهمتني هكا ركزنا في التيران جريو في كوره الحمد لله ربي جابنا في السواب الحمد لله. مشكور حسين، رجع لك كلمه.